كل سنة وانتم طيبين. تعالوا نعمل أسرع كنافة. أول حاجة نحضرها العسل، كوبايتين من السكر عليهم كوباية مية، دي وتقليبة. معلقة عسل أبيض نديهم تقليبة، أول ما يغلي عصرة ليمون وسيبوه يبرد تماما. أنا بحب الزبدة على السمنة. هنسيحها ونبدأ بقى نفرم الكنافة كويس قوي. بعد كده نحط السكر البودر على الكنافة ونديها تقليبة، وهننزل بعد كده كمان بالسمنه بتاعتنا نديها تقليبه كويسه، ونقلب بقى كله على بعضه وعلى نار هاديه كده. هنبدا نحمص الكنافه بتاعتنا زي الشعريه بالظبط. تعالوا بقى نعمل الكريم شانتيه. انا بحب كريم دريم طبعا بودر، واللبن ساقع تلج لحد ما القوام بتاعنا يتقل. هاخد حبه على جنب كده احط لهم عصير فراوله عشان يدوني الطعم بتاع الفراوله واللون الحلو. خلاص الكنافه جهزت، طبقه كنافه طبقه كريمه. ونبدا بقى نحط الفراوله بتاعتنا من الجنب كده وشويه كمان من النص عشان تدينا طعم حلو. غرقوها بقى فراوله زي ما انتوا عايزين. ونرجع نحط الكنافه تاني. بصوا لونها ذهبي وحلو ازاي، نفردها فرده كويسه. ونرجع نحط طبقه الكريمه تاني. الخطوه مصورتهاش. اول ما الكنافه تتحمص معايا هننزل بالعسل وهو بارد تلج عشان يفضل مقرمش وكريسبي وحلو. هنفردها بقى، تحبوا تزينوها زي ما انتوا عايزين، نص لوتس نص شوكليت نص فراوله. ابدعوا بقى وزينوا ولونوها براحتكم زي ما انتوا عايزين. انا بحب الفراوله قوي فغرقتها فراوله زي ما انتوا شايفين. وكمان جبت بالفرشه كده شويه العسل بتوعي ولمعت الفراوله بتاعتي على الوش. لايك بقى كتير وفولو.